السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم عاشت حياتها لأولادها، وفي لحظات انتهت حياتها بطريقة صدمت كل اللي عرفوا الحكاية. حكايتنا النهاردة من كتر غرابتها هتحس إن هي خيال، لكن للأسف دي حقيقة. بس لو أول مرة تشوفنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. داليا أم مصرية شقيانة على عيالها، بتشتغل مشرفة عمال في مستشفى في بور فؤاد. في بداية الألفينات اتجوزت من الأستاذ خليل ابن عمتها، وبعد الجواز بسنة ربنا رزقهم ببنتهم نورهان، وبعدها أحمد، وبعده آدم. نورهان كانت جميلة جدا وكمان ذكية وشاطرة في المدرسة، لدرجة إن هي لما وصلت لمرحلة متقدمة في التعليم كانت بتدي للأطفال اللي حواليهم دروس. في ديسمبر 2022 وقت الجريمة كانت نورهان ساعتها عندها 20 سنة، كانت في سنة تالتة كلية آداب جامعة بورسعيد، وكان أحمد أخوها عنده 17 سنة وآدم 12 سنة. أحمد كان بيدرس وكان بيروح مع والده المحل، وعلشان طبيعة عمل أحمد ووالده كانوا بيقضوا فترات طويلة جدا بره البيت. كانوا عايشين في منطقة اسمها السلام في بورسعيد، وبعد كده اتنقلوا في منطقة اسمها حي الفيروز قبل الجريمة بسنة. نورهان كانت جميلة جدا وكانت ملفتة لمعظم الشباب، كانت كمان ذكية جدا. بدأوا يتعرفوا على الجيران، ونورهان كمان كانت بتحاول تقوي علاقتها بالناس عشان تعرف تدي لولادهم دروس خصوصية. نورهان كانت علاقاتها كتيرة قوي. أمها كانت بتنصحها إن هي بلاش تقرب قوي من الناس، كانت بتنصحها زي أي أم عايزة ولادها يكونوا أحسن الناس. كان ليهم جار اسمه حسين. حسين كان عنده 15 سنة، كان بيشتغل نباش وبيجمع كنزات، وكمان كان بلطجي وبتاع مشاكل وبيعمل مشاكل مع طوب الأرض. كان كل الشارع بيشتكوا منه، كان سلوكه عدواني. تخيلوا، كان صاحب أحمد وآدم إخوات نورهان. في يوم طلب من نورهان إن هي تدي لأخته درس، أخته اسمها ابتسام. فعلا نورهان اديتها درس، وبرغم فرق السن اللي بين نورهان وبين حسين إلا إن حسين كان معجب بيها، ومفيش أي سبب واضح للحب ده. انتوا متخيلين؟ بنت جميلة جدا وذكية جدا متعلمة في الجامعة، وولد أصغر منها ب5 سنين بلطجي وبتاع مشاكل وبيشتغل نباش، حاجة ما تدخلش عقل. حسين حاول أكتر من مرة إن هو يتكلم مع نورهان، هي كانت في الأول بتصده. بعد أكتر من محاولة، وبحكم إن هو صاحب إخواتها وإن هي كمان بتساعد أخته ابتسام في دروسها، كلمت معاه مرة في مرة، بس على قد إن هو صاحب إخواتها وبس. لغاية أما جم في مرة طلب من نورهان رقم تليفونها. هنا نورهان استغربت قوي للطلب ده. إيه سبب جرأة حسين في الطلب؟ حسين في تسجيل له من داخل السجن قال إن هو في يوم الساعة 1 بالليل بالتحديد لاحظ وجود نورهان مع واحد صاحبها من الجامعة، كانوا قاعدين في مكان ضلمة تحت البيت، وهو طلع الموبايل بتاعه وصور نورهان وصاحبها أكتر من صورة وأكتر من فيديو، وواضح إن الصور والفيديوهات دي كان فيها حاجة مش مظبوطة. فلما نورهان رفضت تدي تليفونها لحسين، حسين هددها بالصور والفيديوهات دي، وقال لها إن هو لو ما أخدش رقمها هيوري صورها والفيديوهات لأهلها وهيفضحها في المنطقة كلها. نورهان وافقته وادته رقمها، وبدأوا يتكلموا، ولحد اللحظة دي كان الموضوع عبارة عن مكالمات في التليفون وبس. طبعا كان جواها شوية معاكسات بسيطة من حسين. وفي يوم داليا والدة نورهان نزلت الشغل ونسيت مفتاح الشقة جوه، ولما رجعت من الشغل اكتشفت ان هي مش عارفة تفتح الباب. نزلت الشارع قابلت بالصدفة حسين. حسين لما عرف مشكلتها قرر ان هو هيساعدها، طلع معاها لحد باب الشقة وفتح لها الباب باستخدام بطاقة وآلة معدنية صغيرة. هنا داليا والدة نورهان اتأكدت إن اللي يعمل كده مستحيل يكون إنسان عادي، وأكيد متعود على الطريقة دي بشكل طبيعي، وفهمت كمان إنه يقدر يدخل البيت من غير مفتاح.
ولما الأب والأولاد كلهم رجعوا البيت، داليا قعدت معاهم وحكت لهم على اللي حصل من حسين. بس بالرغم من كده استمرت المكالمات ما بين نورهان وحسين. وبعد شوية حسين طلب منها إن هو عايز يطلع البيت عندها. نورهان وافقت لأن مفيش قدامها حل تاني، لأن هي لو رفضت ساعتها هيرجع يهددها تاني بالصور والفيديوهات اللي معاه. وعلى حسب كلامها حاول يتحرش بيها أكتر من مرة. لما طلع في اليوم ده قعد جنبها وقعدوا طول النهار لحد بالليل. ومرة واحدة أبوها وإخواتها رجعوا البيت، ولما حسوا إن في حد بيفتح عليهم باب الشقة بسرعة نورهان دخلت حسين جوه أوضتها ونيمته على السرير. طلعت جنبه وعملت نفسها نايمة. حسين كان جنبها، وعلشان أوضة نورهان هي نفس الأوضة اللي بينام فيها إخواتها، بس طبعا كل واحد على سرير لوحده، فما قدرتش تخرجه من البيت. داليا طبيعة عملها ساعات بتخليها تتأخر برا البيت. في اليوم ده داليا رجعت بالليل قوي من تعبها، دخلت أوضتها ونامت. صحيت تاني يوم الصبح بدري قوي ودخلت عشان تصحي الأولاد عشان يروحوا المدرسة. ومرة واحدة اكتشفت وجود حسين جنب نورهان في السرير. طبعا عملت مشكلة كبيرة، بس نورهان قالت لوالدتها إن حسين ما تعرفش هو دخل البيت إزاي، وإنه كان بيهرب من الشرطة اللي كانت بتدور عليه بسبب مشكلة هو عملها، وإنه هو طلع واستخبى عندهم في البيت. وأكيد آدم أخوها الصغير هو اللي فتح له الباب، إنما هي ما تعرفش هو دخل إزاي. داليا نادت على آدم وقالت له أنت اللي فتحت لحسين الباب؟ آدم قال لها لأ. وهنا داليا ضربت نورهان وزعقت لها جامد. طبعا داليا عدت الموقف ده مع إن الكلام مفيش حد يقتنع بيه، لكن مفيش في إيدها حاجة تعملها. مضطرة إن هي تحافظ على سمعة بنتها. فكرت إن أحسن حل نورهان لازم تتجوز في أسرع وقت، وهو ده الحل الصح. وبكده هتضمن إن نورهان هتبعد عن حسين. داليا أخدت الموبايل من بنتها نورهان ومنعتها من النزول خالص. نورهان ما قدرتش تقول لمامتها إن حسين ماسك عليها حاجات وإن هي مش هتقدر تبعد عنه بالبساطة دي. وبدأت العلاقة بين حسين ونورهان تكبر أكتر وأكتر، لدرجة إنه بقى يطلع لها البيت تقريبا كده يوميا. واتطورت العلاقة لغاية ما بقت علاقة غير مشروعة. في الوقت ده اتقدم لخطبة نورهان ابن صاحب والدها اسمه محمد، وعملوا خطوبة، وكانت الأم بترقص مع بنتها من الفرحة. ودي كانت كافية إن حسين يغضب ويبتدي يهدد نورهان. حسين حضر الخطوبة وكان بيصور نورهان كتير قوي، لدرجة إن محمد خطيبها لاحظ الموضوع ده. حسين ونورهان ما بطلوش كلام ولا بطلوا مقابلة مع بعض، كانوا بيتكلموا مع بعض عادي خالص بعد الخطوبة، وكانوا بيتقابلوا. في يوم داليا تعبت في الشغل، اضطرت إن هي تروح بدري عن ميعادها. دخلت البيت وكانت المفاجأة، لقت بنتها وحسين مع بعض في وضع صعب قوي. داليا هددت بنتها إنها هتقول لأبوها لما يرجع، وكمان هتقول لأخوها أحمد. داليا كمان هددت نورهان إن هي هتاخدها علشان تكشف عليها وعلى عذريتها، عايزة تتأكد هي بنت ولا لأ. هنا بدأت نورهان تقلق لأنها عارفة إن هي مش بنت. نورهان هددت حسين كمان إن هي هتقول لأهله. حسين رد عليها ببلطجة وبزعيق إنه هينتقم من ابنها أحمد، وإنه هيقابل أحمد ويفتعل معاه مشكلة ويعتدي عليه بالضرب، وممكن كمان يتسبب له في عيها وهيحرق قلب داليا عليه. داليا خافت قوي على ابنها أحمد، لكن نورهان كانت عايزة المشكلة تحصل مع والدتها مش مع أخوها، لأن والدتها عايزة تكشف عليها. فكرت إزاي تحمي نفسها من الفضيحة من غير ما يجي اسمها في أي حاجة. حسين اعتبر إن داليا هي العدو الأول اللي واقف في طريق سعادته. نزل، وبعد شوية نورهان كلمته من تليفون مامتها وقالت له إن هي خايفة من الفضيحة. قال لها ولا يهمك، أنا هخلصك منها. هنا اقترحت نورهان عليه إن هو يقتل أمها. تخيلوا، بنت بتتفق على قتل أمها، وعلشان هو عنده 15 سنة فصعب يتنفذ فيه أي حكم، لأنه هيروح على الأحداث
وهيخرج بعدها بشوية بسبب عدم اكتمال السن القانوني. وقدرت نورهان تغير تفكير حسين من الانتقام من أحمد لقتل داليا، وبدأت ترتب معاه كل حاجة، لكن طبعا وهي بعيد. واتفقوا على يوم التنفيذ، الأب في الشغل وأحمد معاه، وآدم نزل يلعب مع أصحابه في الشارع. الأم رجعت من الشغل تعبانة، دخلت تنام. نورهان أخدت تليفون مامتها وكلمت حسين علشان يطلع البيت ويخلص، وقالت له اطلع ونفذ اللي اتفقنا عليه علشان ماما مش موافقة، واحنا فعلا بنحب بعضنا. وقالت له كمان أنا خايفة آدم تحت وأحمد زمانه جاي هو وبابا، فقال لها أنا هطلع ومش هتأخر وهنفذ على طول. قالت له طيب اطلع. طلب منها عقبال هو ما يطلع هي تغلي مية علشان يدلقها على وش داليا. فعلا طلع، ونورهان فتحت له الباب. بتقول كان معاه ساعتها خشبة فيها مسامير كتير، وكان معاه شاكوش. وأول ما دخل قال لها مامتك فين؟ شاورت له على الأوضة بتاعتها وهي كانت جنب الحمام. دخل وفتح الباب لقاها نايمة، وراح داخل جوه الأوضة. النور كان مطفي. نورهان وقفت على باب الأوضة وشافته وهو قاعد يضرب مامتها بالعصاية اللي فيها المسامير الكتير. قعد يضربها على دماغها من غير رحمة. داليا صحيت وحاولت تجري، وبالفعل قدرت تجري. كانت عايزة تفتح باب الشقة، بس نورهان كانت قافلة الباب بالمفتاح. راحت على الحمام وقفلت الباب عليها. نورهان وحسين قعدوا يزقوا الباب من بره، وداليا قعدت تزق الباب من جوه. قدروا يفتحوا الباب على داليا. راح حسين شد داليا من الحمام وطلع بيها على الطرقة اللي جنب الحمام وقعد عليها، وقال لنورهان هات المية السخنة. نورهان راحت جابت المية السخنة ودلقتها كلها على وش أمها، وأمها عمالة تصوت جامد، وحسين قاعد على أمها تحت وحسين عليها من فوق. انتوا متخيلين معايا المنظر؟ بنت تجيب مية مغلية وتدلقها كلها على وش أمها علشان تموت. حسين قال لنورهان هاتي حاجة إزاز عشان أعورها بيها. نورهان راحت جابت له سكينة قديمة من المطبخ، حاول يضرب بيها داليا بس السكينة كانت تلمع. سابها وقال لها لأ، قلت لك أنا عايز حاجة إزاز، دي مش هتعمل حاجة. داليا دخلت المطبخ علشان تجيب لحسين اللي هو طلبه. في الوقت ده حسين قوم داليا، قعده على الأرض وطلع الشاكوش وقعد يضربها بيه على راسها. ضربها كتير قوي. نورهان جابت له كاس. في الوقت ده حسين شد داليا من على الأرض ودخلها الأوضة، وراح طلعها على السرير بتاعها. حاولت تقاومه، راح موقعها على الأرض. نورهان دخلت وقومت أمها وطلعتها على السرير، ووقفت في النص ما بين أمها وما بين حسين. داليا الله يرحمها وهي على السرير شافت حسين وهو بيكسر الكاس وبيبعد نورهان عن داليا عشان عايز يضربها بالكاس المكسور. داليا راحت مستنجدة ببنتها وقالت لها حوشي عني يا بنتي. نورهان بتقول ماما ساعتها كانت بتترجاني ان انا اخد الكوباية من ايده. وكمان داليا قالت لحسين لو انت عايزها خدها وامشوا، وانا مش هقول على اي حاجة. نورهان بصت لحسين قال لها لا، لازم نخلص عليها علشان ما تفضحناش وتبلغ عنا. في الوقت ده طلع آدم من الشارع وضرب الجرس كتير جدا. حسين قال لها اطلعي بره وما تفتحيش باب الشقة. داليا طلعت وما فتحتش الباب، وقعدت تمسح في الدم اللي كان على الأرض بمية. وبعد ما خلصت مسح الدم حسين خرج من الأوضة. بعد 45 دقيقة كاملة قال لها خلاص ماتت. متخيلين؟ 45 دقيقة كاملة من العذاب. خلص على داليا وقطعها وشوه وشها. كانوا مخططين إن هم هيرموا الجثة في أي مكان، بس في الوقت ده الشارع كان كله ناس، وآدم كان تحت بيلعب مع أصحابه تحت البيت بالظبط. نورهان جابت أكياس سودا كبيرة علشان تلم الحاجات اللي كلها دم، وتلم كمان أدوات الجريمة. وكانت هدوم حسين كلها دم من فوق لتحت. حسين قلع التيشيرت
أما نورهان لمت الملاية وخدت السكينة والخشبة والكاس وبقايا الإزاز المكسر، وكمان كان في فوطة عليها دم، وحطتهم كلهم في الكيس الأسود علشان ترميهم. حسين أخد تليفون داليا الجديد، قال لها أنا عاوز التليفون ده، أنا هاخده وهبيعه، وهاخد كمان تليفونك عشان محدش يفتحه ويشوف حاجة عليه. نورهان كلمت والدها وقالت له إن في حد اتصل بيها وقال لها إن والدتها تعبانة ونقلوها على المستشفى، وإن هي دلوقتي نازلة ورايحة لها على هناك. نورهان نزلت وسابت حسين في الشقة، وبعدها بساعة حسين نزل من البيت وساب والدتها مقتولة في أوضة النوم. والدها وأخوها أحمد سبقوا على المستشفى، ولما وصلوا هناك اكتشفوا إن والدتهم مش موجودة، وقعدوا يدوروا عليها في أكتر من مكان لكن مفيش فايدة، وحاولوا يتصلوا بنورهان على الموبايل أكتر من مرة لكن تليفونها كان مقفول. وبعدها اتصلوا بداليا فرن مرة واحدة، بعد كده التليفون اتقفل. في الوقت ده نورهان ظهرت في المستشفى. باباها وإخواتها سألوها على اللي حصل، قالت لهم إن في رقم غريب اتصل بيها وقال لها إن أمك تعبت ونقلوها المستشفى، وهي من خضتها نسيت التليفون في الشقة على الترابيزة، وكمان نسيت الفلوس. والدها قال لها احنا نروح ونشوف هنعمل ايه. طلعوا على البيت ودخل الشقة، وأول ما باباها يدخل يلاقي مراته مقتولة في أوضة النوم وشكلها صعب جدا. قعد يزعق والجيران كلهم اتلموا على صوت الأب علشان يتفاجئوا بالمنظر اللي داليا كانت فيه. الجيران كلموا الشرطة وحاولوا يتواصلوا مع نورهان، لكن نورهان في الوقت ده تليفونها مقفول ومرة واحدة اختفت. وبعد دقايق بسيطة الشرطة وصلت، وبدأ رجال المعمل الجنائي والأمن في جمع كل الأدلة والبصمات من مسرح الجريمة. وبعد ساعتين نورهان أخيرا تظهر، ويظهر عليها علامات اللامبالاة، وبتقول إن هي كانت بتحاول تدور على والدتها لكن هي فشلت. سألوها ليه تليفونك مقفول؟ قالت لهم إن هي لما جالها التليفون إن والدتها في المستشفى جريت بسرعة ونسيت تليفونها في البيت، ونسيت كمان باقي الفلوس اللي معاها، نسيتهم على ترابيزة السفرة. وقالت كل الكلام ده علشان يبان قدام الناس إن اللي حصل ده عملية سرقة، لأن رجال الأمن ملقوش تليفون نورهان ولا لقوا تليفون داليا ولا لقوا الفلوس اللي نورهان قالت لهم عليها. ده غير إنه واضح إن الحرامي اللي دخل علشان يعمل كده دخل البيت بشكل عادي جدا ومفيش أي علامات كسر في الباب. وبعد شوية الأمن يلاقي تيشيرت مرمي جنب الجثة وعليه بقع دم. الأمن نده على آدم الأخ الصغير وسألوه التيشيرت ده بتاعك؟ آدم اتعرف على التيشيرت على طول وقال لهم إن التيشيرت ده بتاع حسين. لما والد نورهان سمع إن حسين هو اللي كان في الشقة قال لرجال الأمن إن هو ده اللي يقدر يدخل الشقة من غير مفتاح، وحكى لهم عن اللي حصل. حسين اللي معروف عنه إن هو بتاع مشاكل وإن هو البلطجي في المنطقة، وكمان إن هو كان عايز ينتقم من داليا. كل ده نورهان قاعدة وسط الناس وكأن والدتها مش مقتولة جوه الأوضة. الأمن جمع معلومات بسرعة عن حسين وراحوا علشان يقبضوا عليه. كل ده والساعة كانت 11 بالليل. رجال المعمل الجنائي شغالين في مسرح الجريمة، وبعدها يقرروا نقلوا الجثمان للمشرحة. ولما جت عربية الإسعاف نورهان نزلت علشان تركب مع جثة والدتها وتوصلها لحد المشرحة بإيدها. الأمن يقبض على حسين اللي كان واعد نورهان إن هو مش هيقول أي حاجة من اللي حصلت خالص، لكن حسين مجرد ما تم القبض عليه اعترف وقال على كل حاجة. الأمن عرف إن نورهان ركبت عربية الإسعاف، فاتصلوا على أفراد الأمن اللي كان راكب في عربية الإسعاف وطلبوا منه إنه هو يرجع في هدوء على اسم الشرطة. وأول ما عربية الإسعاف وصلت لاسم الشرطة تم القبض على نورهان، وقالوا لها إن حسين اعترف بكل حاجة. وهي طبعا أنكرت في الأول، أنكرت كل حاجة اتقالت علشان تبرأ نفسها من كل التهم، وكان عندها قدرة غريبة على إقناع كل الناس إن هي فعلا مظلومة. وفي الآخر وبرغم إن حصل أحداث كتير مش هنقدر نحكي لكم عليها فهنختصرها على طول، نورهان اعترفت وأعادت تمثيل الجريمة بكل تفاصيلها. وبعد المحاكمات والتحقيقات، لأن القضية كانت من أكبر قضايا الرأي العام، وفي سنة 2023
تم إصدار حكم الإعدام على نورهان وأشد عقوبة على حسين بسبب عدم بلوغه السن القانوني. هيئة الدفاع اتقدمت بطعن أمام محكمة النقض وطالبت بوقف التنفيذ، إلا أن المحكمة رفضت الطعن وأيدت حكم الإعدام النهائي. في مايو سنة 2025 قدم والد نورهان تنازل موثق عن الحق في القصاص باعتباره أحد الورثة، وقيمت الدعاوي أمام القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بناء على هذا التنازل، إلا أن المحاولات والمساعي القانونية ما تغيرش الموقف القانوني خالص للحكم النهائي. وبعد استنفاذ كافة درجات التقاضي والتصديق على الحكم اتنفذ الحكم. نفذت مصلحة السجون حكم الإعدام شنقا بحق نورهان خليل في يوم الاثنين 22 يونيو سنة 2026، وتم دفن نورهان في نفس قبر والدتها، يعني القاتل والمقتول مع بعض. النهاية الحقيقية للقصة دي كانت أسرة اتدمرت بالكامل، أم فقدت حياتها، أب فقد زوجته وبنته، و2 إخوات عاشوا صدمة هتفضل معاهم العمر كله. وقبل ما أختم في رسالة مهمة جدا لكل الناس: لو في يوم من الأيام حد حاول يبتزك بصورة أو فيديو أو أي حاجة تخصك، اوعي تستسلمي. المبتز عمره ما هيكتفي بطلب واحد، وكل مرة هيطلب أكتر وأكتر، ومهما نفذت اللي قالك عليه هيكمل ابتزاز فيكي. الحل هو إنك تبلغي فورا وما تخافيش من التهديد. في مصر تقدروا تبلغوا عن جرائم الابتزاز الإلكتروني والجرائم الإلكترونية من خلال الخط الساخن 108، وهو مخصص لتلقي البلاغات وبيشتغل على مدار 24 ساعة، أو تتوجهوا لأقرب اسم شرطة. افتكروا دايما فضيحة مؤقتة إن حصلت أهون 1000 مرة من إنك تضيع مستقبلك أو تخسر حياتك أو تدمر أسرتك بسبب شخص مجرم بيستغل خوفك. لو نورهان كانت بلغت عن الابتزاز من أول يوم أو صرحت أهلها بالحقيقة، كان ممكن مسار حياتها وحياة أسرتها بالكامل يتغير، حتى لو كانت هتواجه مشكلة وقتها. وربنا يحفظنا ويحفظ أولادنا كلنا يا رب من أي سوء. لو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.